هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. في موضوع زي ده شوف الفلوس، أجر له ساتلايت لمدة ساعة وشوية مثلا عشان يعمل مناظرة مع الدكتور محمد يسري سلامة في هذا الموضوع. تخيلوا يعني وائل الإبراش يتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن. بقول لكم إن شاء الله العاشرة مساء هيقع وهيسقط بمثل هذه الأفكار. نفسي ومنى عيني يتكلم في حاجة في البلد. يا عم انزل الشارع، روح للناس اللي ما عندهاش ميه، روح للناس اللي ما عندهاش مجاري، روح للناس اللي مش لاقيه تاكل، روح تحت السلك دي اللي اول مره اسمع اسمها، شوف الناس اللي قاعده في اوض كلها رطوبه بتموت. روحوا يعني روحوا حركوا رجال الاعمال، بدل ما تدفع لي مبلغ وقدره في ساتلايت عشان تعمل لي مناظره وتقعد تعمل لي فكره برنامج الحريقه بتاعك في العاشره مساء. روح ادفعوا الفلوس دي، ساعدوا الناس، ساعدوا مصاب الثوره. يعني بدل ما حمدين صباحي يجيبهم الشباب يقعد يعيط ويستجدي ويتحاسبن على رئيس الجمهورية وانت قادر انك انت تعمل حاجة ليه، ساعد معاه في علاجه يا اخي، خليها لله، بلاش المزايدات السياسية. يعني انت هتسيبه يموت مش هتعالجه عشان تسقط رئيس الجمهورية؟ ولو كنت انت الرئيس كنت هتعالجه؟ نفسي افهم بس الناس دي بتفكر ازاي. والله الذي لا اله غيره، هؤلاء الخداعين، هؤلاء الذين يخدعون الشعب المصري، ويروح يعمل لك مؤتمر يجيب لي فيه 10,000 ويقعدوا. لا تخيل ايه حمدين صباحي اللي بيحترم الديمقراطية وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية، عنده هوس بالرئاسة ما شفتوش في حد، طالع أو شايف الشباب تحت بيقول لك إيه 1 2 الرئيس أهو، وبيبقى مبسوط، عايز أي لفة، أي لفة وخلاص. يعني بقول للدكتور محمد مرسي لو تعبان يومين ولا حاجة أجز ودخل الأستاذ حمدين صباحي اللي خمنا ده، خليه يمشي يبقى رئيس بس يومين 3 عشان يستريح. مش ممكن يكون ده حد يعرف حاجة عن الديمقراطية ويقول لك انا ما عنديش مشكلة ان الشيعة يجوا مصر. ايه المشكلة يعني؟ طبعا. وانت عارف ليه انت عايز الشيعة يجوا مصر، ومش هقول كتير، ومش هقول على اسم المرشح الرئاسي، مش هقول اللي عارفه الدكتور محمد سليم العوة والمستشار حاتم بجاتو اللي خد تمويل من ايران، مش هقول هو مين. فالوجه الله بقى اشتغلوا سياسة، بلاش لت وعجن كده عمالين نصرخ كالنساء طول النهار وليل وعياط. طبعا النهارده حكم المحكمة الإدارية العليا ده اسعدهم جدا، وانا والله العظيم في منتهى السعادة برضه. بحلف بالله ما كنتش احب ان مجلس الشعب يرجع عشان هيقعدوا يعيطوا كالنساء ويلطموا، والفضائيات وهلا سرحان وفيسبوك وناس بوك وعلي بوك، وهتلاقي الدنيا تولع ان الاسلاميين راجعين تاني. لا سيبوها وخلوا الانتخابات تيجي بفضل الله. بس على الله بقى لو خسرتوا ما تقولوش السكر وزيت تاني ونقعد نعيط خلاص. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تعملوا عمل سياسي وتعملوا عمل اجتماعي تساعدوا بيه الناس في مصر، ناس في أمس الحاجة للمساعدات، ناس في أمس الحاجة للاطمئنان. ساعدوا الدولة في ان احنا نفكر في مسألة القبض على البلطجية وندشن حملات قوية لمسألة عودة الاستقرار لمصر، بدل ما احنا طول النهار والليل صراعاتنا مع الإخوان فقط نحرق بها مصر. لعبوا الإخوان سياسة، الإخوان لهم وعليهم، فصيل زي ايه فصيل، وأنتم ما عليكم أكثر مما لكم. انتم مالكوش أي رصيد كان في الشارع على الإطلاق. رصيدكم فين؟ فين رصيدكم؟ وبتعيبوا على زيت والسكر ده، انتوا اكتر ناس بيجيبوا زيت وسكر، انتوا اكتر ناس بيجيبوا زيت وسكر، والانتخابات بينت كده، واكتر ناس بتتاجروا بالدين، واوضاعكم دلوقتي بينت كده. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انكم تفوقوا. انا هاخد فاصل. هل تريد ان تبيع او تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، اجهزة كهربائية، اي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.